ازيكم عاملين ايه؟ اهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد. اتحضرت ورايحه الجيم، فقررت اكلمكم النهارده عن كريم عين اكتشاف من احلى كريمات العين اللي بستخدمها بقالي فتره طويله جدا جدا جدا. انه بيعمل كل حاجه هو بيوعد بيها وكل حاجه هو بيتكلم عليها. يعني هو بيتكلم عن انه بيشتغل على الهالات السوداء، فعلا بيقلل من مظهر الهالات السوداء اللي مسببها الارهاق، مش الهالات السوداء الوراثيه او المرضيه خالص. كمان بيعمل على انتفاخات تحت العين، وفعلا بيقلل من شكل انتفاخات تحت العين بشكل ملحوظ جدا جدا جدا. بيرطب ترطيبه عميق جدا جدا، وبيقعد فتره طويله جدا منطقه تحت العين بتاعتك مترطبه. وكمان بيعمل على الانتفاخات بتاعت تحت العين، بيقلل من مظهرها بشكل كبير جدا وملحوظ. فالكريم ده اكتشاف فيه كل حاجه فعلا. نادرا ما بنلاقي كريم او منتج بيعمل الحاجات كلها اللي مكتوب على العبوه. بيكون يعني مفيد وكل حاجه، بس مش اوقات بيكون الوصف بتاع المنتج فيه مبالغه شويه. هكلمكم عن الترنج ده لان هو ليه قصه وحكايه كده، فهقولها في الجزء الثاني من الفيديو للي حابب يعرفها. الكريم هو ارجانتو اي كونتور كريم، وده من شركة ألفا لكل أنواع البشرة. بينصح بأطباء الجلد على فكرة. بيكون موجود في موقع الشركة نفسه أو في الصيدليات، ما بيكونش موجود في الهايبر ماركتس خالص. فالكريم ده من أهم مكوناته الرويال جيلي، غذاء ملكات النحل. دوروا واعملوا سيرش على غذاء ملكات النحل، هتلاقوا فوائده لا حصر لها فعلا، يعني فظيع. تاني حاجة من مكوناته كمان الكولاجين اللي مهم جدا لامتلاء البشرة والخطوط الرفيعة ومرونة الجلد ونعومته، واللي هو بيحارب التجاعيد وكل حاجة. الكولاجين مهم جدا للبشرة. تالت حاجة خلاصة الشاي الأخضر. خلاصة الشاي الأخضر معروف الشاي الأخضر للبشرة إن هو بيعالج الالتهابات، بيعالج الأكزيما، بيعالج حب الشباب، مرطب للبشرة، الفطريات، اي حاجه. كل مكوناته طبيعيه وبيعمل كل حاجه وبيقول عليها. حجمه 30 مللي، يعني النقطه منه بتكفي حرفيا، النقطه حرفيا بتكفي، وبترطب تحت العين بشكل كبير جدا جدا وترطيب عميق. ده حجمه 30 مللي. في حجم صغير 15 مللي، بس انا كنت جايباه مع مجموعه تانية مع حاجات تانية. ف البنت وهي بتتواصل معايا علشان تقفل الاوردر وكده عرضت عليا ان انا هزود مبلغ بسيط جدا وتزود لي العبوات بدل 15 مللي 30 مللي، فكنت جايباها مع حاجات تانية. فسعره كويس، حجمه كويس، كل حاجه فيه كويس. ده اول جزء من الفيديو. تاني جزء بقى اللي هو الترنج. ايه قصه الترنج ده معايا؟ كلنا بتحصل معانا مواقف سخيفه في الحياه، فطريقه تعاملنا مع المواقف هي اللي بيخلي الموقف بسيط او معقد. يعني الترنج ده من الحاجات اللي كانت في واحده طلبها مني اونلاين، وبعد ما طلبتها وحضرنا الاوردر وجهزناه وبعتناه، اكتشفنا انه هي كاتبه العنوان ورقم التليفون غلط، والاوردر رجع لي تاني مع المندوب. القطعه موجوده عندي خلاص كده تمام، ما لهاش صاحب. فاللي حصل انه انا قررت ان انا هاخد الترنج ده وهروح بيه مشاويري السريعه وهنزل بيه الجيم ومفيش اي حاجه. ففي البدايه فكرت اللي هو ليه بتعمل كده طالما هي مش عايزه، بتطلب ليه وكل الكلام ده. بس يعني الاونلاين في الكلام ده كتير جدا جدا، وكل الناس اللي عندها بيزنس اونلاين عارفه موضوع الناس اللي بتطلب وما بتستلمش دي. فالشاهد من الموضوع ان انا ما ضايقتش نفسي خالص، وعلشان ما ازعلش نفسي كمان رحت لابساه تاني يوم كده الصبح بدري، ورحت اتمشيت على الكورنيش وشربت قهوتي واتبسطت جدا. المهم يعني الشاهد من الموضوع انه المواقف السخيفه لا تنتهي. فتعاملنا مع الموضوع ومرونتنا في التعامل مع الموضوع هي اللي بتخلي الموقف يا اما جامد كده وموقف محزن، يا اما انه موقف عادي سهل وسلس ويعدي. طبعا انا ترنجات والكلام ده مش ستايلي خالص، انا ما بلبس ترنجات ولا الجو ده، بس قلت ايه المشكله لما اجرب حاجه جديده ما يمكن تعجبني. وفعلا قد كان بقى عندي احلى ترنج بنزل بيه الجيم، وواسع وشكله كويس وحبيته، وبقى بالنسبه لي احلى حاجه للمشاوير السريعه للجيم لكل حاجه. فالمرونه من المهارات المهم جدا ان احنا نكتسبها في الحياه، لانه احنا بنعيش مواقف دايما غير متوقعه. فطول الوقت لو موقف على موقف على موقف، كل المواقف دي خزناها على بعض
وضايقتنا وما لقينالهاش حل او ما عرفناش نتعامل معاها، فده بيعمل عندنا عقده او بيعمل عندنا ضيق او بيثقلنا يعني. ف حلو ان احنا نتعامل مع المواقف بمرونه. وبس كده، دي كانت قصه الترنج ده، ونهاركم سعيد، اشوفكم فيديو جديد وموضوع جديد، ومع السلامه.